ينبغي على المسلم أن يصاحبه حسن الظن بالله في كل تعبداته. وأوضح ذلك. مثلا إذا دعوت الله فأحسن الظن بالله، وتذكر قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأحسن الظن بالله أن يجيب دعاءك، وأن يحقق رجاءك، وأن يعطيك سؤلك. إذا كنت مذنبا ومقصرا أحسن الظن بالله، لا تستولي عليك الذنوب والمعاصي والآثام وتقول ذنوبي كثيرة. إذا أيضا حال فقر الإنسان وقلة ذات يده يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله بأنه واسع الفضل، وأن فرجه قريب، وأن تيسيره قادم، وأن الرزق بيده. ويصبر أيضا على قلة ذات اليد ويقول هذا من لطف الله بي وإرادة الخير بي. يحسن الظن بالله جل وعلا. في كل مقام من مقامات الدين ينبغي أن يستصحب المرء حسن الظن بربه ومولاه. إذا كان الإنسان مريض يحسن الظن بالله: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. لا يقول عن مرض من الأمراض هذا مستعصي ولا يمكن أن أحسن الظن بالله أيا كان المرض. وثمة أمراض تعد مستعصية ولجأ من أصيب بها إلى الله، صدق مع الله وأحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ومن الله عليه بالشفاء.